السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جاية لكم في فيديو مسائي دلوقتي حوالي الساعة 2:30 بالليل. تمام، احنا خدنا اليوم كله، كان عندنا مذاكرة وكان عندنا حاجات كتير قوي. فخدنا اليوم كله كده لحد الساعة مثلا 10، وبعدين اتعشوا وناموا. احنا بننام قبل 12 عشان النور بيقطع علينا. تمام، فلما النور قطع كانت حوالي الساعة 12 كده. بصوا ده كان منظر الصالة، فكلنا دخلنا كده نمنا من الساعة 12 لحد ما يجي النور. طبعا هما بيناموا لحد الصبح عشان بيبقى تاني يوم بيصحوا كده يروحوا مدارسهم، فهم من الساعة 10:30 أو 11 بالكتير بيكونوا خلاص ناموا عشان بصحيهم بدري وعشان يروحوا مدارسهم. تمام، انا بقى صحيت على الساعة 2 كده من ما قمت وقلت اشوف اللي ورايا واخلص كده الصلاة. تمام، بالمرة كده واحنا بنخلص الصلاة اشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجي عليه. تعالي بقى احكي لك حكاية كده واسليكي وانتي بتتفرجي معايا على الفيديو. بتحكي صاحبة الحكاية وبتقول ان هي من ساعة ما اتولدت، يعني لما مامتها كانت حامل فيها، الدكاترة كانوا عمالين يقولوا لها نزليها عشان الطفلة كانت ضعيفة جدا جدا جدا. كان يعني المفروض بيبقى في وزن معين للأطفال، بتتابعي كل شهر في الحمل. فكانت البنت أقل من، يعني ايه، بتاخد أقل حاجة مش وزن طبيعي، كانت بتاخد وزن أقل من الطبيعي. فكانوا شاكين ان عندها حاجة او هتتولد فيها مرض، فكانوا بيقولوا لمامتها على طول نزليها نزليها. فالام ما كانتش بترضى خالص ان هي تنزلها. تمام، وقالت كل اللي يجيبه ربنا كويس. لحدت لما اتولدت البت، وفعلا لما اتولدت البت الحمد لله ما طلعش عندها اي مرض. بس عارفين الاطفال اللي بيبقوا ضعاف ضعاف جدا ورفيعين كده وتحسوهم مختلفين عن باقي اللي في سنهم، فهي البنت دي كانت من النوع ده. بس مامتها ربنا يبارك لها يا رب، يعني هي بتحكي وبتقول ربنا يخلي لي امي، ان هي ما سابتنيش خالص. يعني كانت الام بسم الله ما شاء الله عليها بتروح بيها كل دكاترة، وكل حاجة بتروح بيها كل مكان عشان تعالج الأسر اللي عندها والضعف اللي عندها جدا. هي البنت ما كانش عندها أي أمراض، بس كانت ضعيفة جدا في الوزن وفي الطول كمان قصيرة جدا. فكانت الأم مش بتخلي دكتور إلا لما تسمع عنه وتروح له، حتى لو مش في البلد اللي هي ساكنة فيها، لو هتروح محافظة تاني الأم ما كانتش بتتأخر على البت خالص. تمام، فكانت الأم دي عندها اختها في محافظة تانية، واختها قالت لها على الدكتور ده فخدت بنتها وراحت. فكانت لما الام بتتجمع في قعدات كده مع اخواتها وعيلتها وكده، فكانوا يقعدوا يقولوا يا حرام قدام البنت، يا حرام دي ضعيفة جدا، دي بصوا قصيرة يا عيني اكشفيلها مش عارفة ايه. وكانوا يقعدوا ايه، يتكلموا كده قدام البنت. وكانوا طبعا الاطفال اللي في سنها بيقعدوا يضايقوها ويتنمروا عليها، وما كانش في حد ايه، ما كانش ليها اصحاب كتير. ما فيش غير يعتبر بنت خالتها اللي كانت بتعاملها كويس جدا جدا. تمام، وكانوا كويسين مع بعض لحد بقى ايه لما البنت دي ابتدت تتحسن، اللي هي الضعيفة دي، ومامتها بقى بطلت تروح المحافظة اللي فيها اختها دي. بس وقعدت سنين كده، يعني مثلا بتاع 3 4 5 سنين ما تروحش خالص لاختها. يعني ما بيشوفوش بعض، بيكلموا بعض في التليفون بس ما بتروحش. طبعا قعدت ببنتها، وكانت طبعا بتكشف لها عند دكاترة ومهتمية بيها ومكملات غذائية وحاجات، لحد لما اتفاجأ كل البنت، يعني اتفاجأ كل عيلتها بشكل البنت. البنت بقت زي اللي في سنها، وكمان بقيت احلى كده، وشكلها اصلا هي كانت ملامحها حلوة خالص. ولما زي ما بتقولوا كده تخنت شوية بقى بقيت قمرين. تمام، نيجي بقى ايه لما اتجمعوا في القعدات العائلية، طبعا كله اتفاجئ من شكلها وكله كان فرحان فيها بيها، مش فرحان فيها، فرحان بيها. الا بقى ايه بنت خالتها دي اللي كانت بتعاملها كويس، فجأة كده مرة واحدة قلبت عليها وما كانتش عايزة تتعامل معاها، وكانت بتعاملها وحش جدا. وهي كانت مستغربة، يعني هو انت كنت بتعامليني كويس، هو انا عملت لك ايه؟ المهم كانت متجاهلاها وبتعاملها وحش وايه، وبتدور على اي حاجة كده تضايقها بيها. تمام، لحد بقى ايه، طبعا هما دلوقتي كبروا بقى في سن البنات اللي هو 17 سنة، وانتوا عارفين 17 سنة ده بيعتبر ايه احلى سن للبنات، وبيبتدوا بقى يتقدم لهم عرسان والكلام ده كله، ويبتدوا يشوفوا نفسهم حلوين. تمام، ففي الوقت دوا البنت دي اللي هي كانت ضعيفة وتعبانة،
مامتها بقى ابتدت تعيا وتعبت خالص، ولا قدر يعني بعيد عنكم يا رب وبعيد عن السامعين، جالها مرض مش حلو. فالست تعبت خالص، ويعتبر كانت في اواخر ايامها. تمام. رغم ان هي كانت في اواخر ايامها وتعبانه وكده، فكانت طبعا اختها بتيجي وتجيب بنتها اللي كانت بتعاملها كويس دي، مره واحده كده قلبت عليها وبتتكلم عليها كلام مش كويس، وتقول لمامتها يعني واحده تبقى امها تعبانه وعندها حاجه زي دي وتروح تلبس وتتصور وتنزل. وطبعا البنت والله ولا كانت بتتصور ولا بتنزل ولا بتنزل صور ولا بتعمل اي حاجه، بالعكس دي كانت مكتئبه على امها، لانها بتقول ان انا في الدنيا كلها دي مليش غير امي. تمام. بعدين بقى ايه، لما جم في سن البنات وقاعدين كده في سن في قعده خالاتها والدنيا كلها جايين يزوروا مامتها وقاعدين، فالبنت اللي هي الحلوه العسوله دي اللي خلاص كده بقيت حلوه وقمر، اتقدم لها حد من العيله. فهي رفضت وقالت ان انا ايه لسه صغيره ومش عايزه اتخطب وكده، زي ما تقولوا كده ما كانتش عايزه تاخد حد من العيله. فبنت خالتها اللي كانت كويسه معاها اللي اتقلبت متنمره قالت لها هو انت الطولي ومش عارفه ايه، ما تعرفوش بقى دي غيرة بنات ولا هي كان عينها من الواد ده، الله اعلم. ومن هنا بقى بدات المشاكل وبدات العراك، وما كانتش بقى ايه يا جماعه سايباها في حالها خالص، حتى ومامتها تعبانه وبتروح بيها مستشفيات والدنيا برضو مش سايباها في حالها وبتتكلم عليها. بصوا بتعمل ازاي، بصوا لابسه ايه، بصوا مامتها عيانه وبتعمل ايه. المهم مستفزياها بطريقه فظيعه، لدرجه ان هي لما بتروح البيت، طبعا خالتها قاعده عندها عشان هي من محافظه تاني ومفيش مكان تروح، وقاعده عشان خاطر اختها. تمام. فالبنت قالت انا باجي من بره بدخل على اوضتي على طول عشان مش عايزه احتك بيها. قام تقول بص احنا جايين ضيوف عندهم وهي بتعمل ايه، بص حتى مش عايزه تقعد معانا، بص حتى مش بتساعد في البيت، فاهمين؟ فمش سايباها في حالها خالص. فصاحبه القصه بتقول انا المفروض اتعامل مع واحده زي دي ازاي؟ المفروض ان هي اصلا انا كنت فرحانه ان هي من سني وان هي هتقعد معايا وان احنا هنبقى كويسين مع بعض، وان انا اصلا ماليش اصحاب وماليش حد، فالمفروض ان انا كنت هعملها ان هي صاحبتي واختي وكل حاجه. هي قلبت عليا مره واحده وانا مش عارفه ليه. المفروض انا اتعامل معاها ازاي؟ انا هستنى رايكم في الكومنتات، تقولي لي تتعامل معاها ازاي. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.